السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، وربنا يجعل ايامكم يا رب كلها فرحة وسعادة وهنا، ويجعل السنة الجديدة سنة سعادة علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين أجمعين. اللهم آمين. ربنا يشفي كل مريض ويعطي كل مشتاق بالذرية الصالحة والخلف الصالح، وكل اللي نفسه في حاجة يا رب ربنا يديها له على السنة الجديدة كده وما يحرمش حد من حاجة. اللهم آمين يا رب العالمين. فيديو النهارده ان شاء الله ازاي نستقبل الفراخ البيضة عمر يوم في البيت. طبعا هم خطوتين انا بتبعهم لما بجيب الفراخ البيضة واربيها عندي في البيت، هم خطوتين بمشي عليهم وهنشوف كل حاجة هنعمل ايه. بس ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. لازم كده يكون عندنا تقوى وعندنا اتقان في العمل عشان ربنا يصلح ما بين ايدينا ويحسن ما بين ايدينا. اللهم امين يا رب العالمين. يلا كده حبايبي، لايك للفيديو واشتراك في القناة، ويلا ندخل على الفيديو النهاردة ونشوف هنعمل ايه. طبعا دي الأوضة اللي أنا بربي فيها الطيور عامة وبستقبلها وهي لسه صغيرة، يعني وهي لسه صغيرة بجيبها بقى كده في الأوضة ديت. فلازم بقى كده إن أنا أنضفها. أول حاجة هي تنظيف المكان وتعقيم المكان عشان الفيروسات ميكروبات أي حاجة ما تدخلش في جسم الطيور. وطبعا الحاجة غالية وكلنا يعني بنشتكي من أسعار الفراخ وأسعار العلف وكل حاجة. أسعار الطيور عامة كلها مرتفعة جدا، فلما نجيب حاجة لازم إن احنا نحافظ عليها ونعرف بقى قيمة الحاجة اللي احنا جايبينها كده ونحافظ عليها. فأول حاجة زي ما انتوا شايفين كده دخلت على الأوضة علشان انضفها من فوق لتحت. يعني اول حاجه كده السقف العنكبوت اي حاجه. طبعا هنشوف كل حاجه اللي في الحيطه دوت او الارفف اللي في الحيط دوت. ده كان عندنا حمام من زمان قوي وكنا عاملين ارفف خشب، وكن يعني كان هو بيطلع على الارفف دي. فطبعا ما شلناهوش ولان هو مش مؤثر على حاجه. في الاوضه طبعا بربي في الارض فهو مش مؤثر على حاجه. قلنا يمكن يحتاجوا مع الايام. طبعا زي ما انتم شايفين ادي الخشب اهوت والحبال كمان، والحاجات دي كانت عشان الحمام، فانا سيبته عشان يعني هو مش هيأثر على حاجه. هنا بقى بصبح عليكم هم، بقول لكم يجعل ايامكم يا رب كلها كده فرحه وسعاده وهنا. اللهم امين يا رب العالمين. اخواتي وحبايبي بشكركم على يعني كلامكم الجميل وتعليقاتكم الحلوه. طبعا انا يعني لو بس اشتراك واحد زاد او اي تعليق حلو هو بيفرحني. يعني ممكن انا اكون فرحانه بيه دلوقتي حاليا اكتر ما يكون عندي مشاهدات عاليه وناس كتير، وطبعا ممكن ساعتها اكون مش فرحانه واكون مش مبسوطه. لكن بتعليقاتكم دلوقتي حاليا واشتراككم لما يزيد بس اشتراك واحد طبعا دوت بيفرحني وبيسعدني. واهم حاجه يعني الرضا. طبعا الواحد السعاده هي في الرضا. فزي ما قلت لكم يا رب يعني يعلم بقى لما القناه تكبر وتزيد. واي طبعا ممكن ما اكونش فرحانه زي ما انا فرحانه بيكم دلوقتي ومبسوطه. ربنا يخليكم لي يا رب ويبارك فيكم. بعد ما نضفت السقف ونضفت الشباك هعمل ايه بقى؟ السقايات والعلافات دي ببقى غسلاها بين الدوره والتانية، بتبقى غسلاها ونضيفه. بس لما اجيب الطيور بغسلها تاني زي ما قلت لكم. اهم حاجه النظافه ثم النظافه للطيور. فزي ما شفتوا في مقدمه الفيديو هغسلهم برضو تاني. جبت بقى هنا الفاس عشان يعني اشيل التراب بقى كده اللي هو على الارض. طبعا في تراب لازق جدا يعني ناشف خالص على الارض، فهو مش فيه اي اثر ولا فيه اي حاجه. فهسيب ده طبعا دور ارضي وبسيب يعني مفيش اي مشكله خالص لما اسيب يعني الحاجه اللي هي عليه ديت. فبشيل بقى كده على قد ما اقدر، بشيل الطبقه اللي هي تتشال. اما الطبقه اللي هي ناشفه جامد جدا فمفيش مشكله خالص ان انا اسيبها بالفاس بقى كده. وزي ما انتم شايفين يعني هي ناشفه ونظيفه، يعني ما فيهاش اي حاجه، مش فيها طينه مثلا حاجه فيها اي ضرر، ما فيهاش اي ضرر خالص. فبالفاس كده وبشيل زي ما انتم شايفين اهوت. عشان زي ما قلت لكم اهم حاجه ان احنا نستقبل طيورنا في مكان يكون نظيف. اللي بتتشال معايا بشيلها، واللي صعبة جدا ان احنا نشيلها فبسيبها عادي. زي ما قلت لكم ده دور ارضي وده اوضه للطيور اصلا مخصصه للطيور، فما فيش اي مشاكل. وكمان الارض دي بلاط، يعني طبعا طبقه التراب دي بتدفي المكان. يعني لو سبت الطيور منها للبلاط طبعا هتخلي الاوضه فيها رطوبه وهتبقى غلط على الطيور. لكن شويه التراب دول النضاف يعني او اللي هم ماسكين في الارض دول هيخلوا يدفوا المكان ويخلوا الاوضه. طبعا احنا في فصل الشتاء ومحتاجين ان احنا ندفي المكان، فشويه التراب اللي احنا بنسيبهم دول او اللي هم على البلاط مباشره ده بيدفوا المكان. بس اللي انا قدرت عليهم شلتهم اهم زي ما انتم شايفين. اما اللي هو ماسك في البلاط فبسيبه عشان يبقى حماية للطيور. طبعا مع التعقيم اللي احنا هنعمله هتشوفوا كل حاجة مع بعض. في الشكارة بقى اهوت يعني هعبي بقى كده الزبالة او الكنسة بتاعة الأوضة. ده بقى اهم خطوة الجير المطفي. طبعا ده كده الشكارة دي كنت مستعملاها قبل كده وبسيبها يعني عشان اعمل منها للطيور. نعمل ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده بعد ما كنست الأوضة اهيت هعقم كل حاجة. الشباك بحط عليه الخشب اللي هو بتاع الحمام بحط عليه. طبعا الجير دوت فايدته ايه؟ بيمتصلك اي رطوبة في الأوضة، وكمان بيقضي على اي فيروسات اي حشرات ميكروبات، بيعقم لك المكان.
ده خطوة مهمة جدا لازم ان احنا نعملها بين الدورة والتانية. جير مطفي من عند المجيرة او بتاع الاسمنت، الشاكورة بتبقى ب10 جنيه 15 جنيه حاليا، فبتجيبيها وبترشي بقى بعد ما تكنسي، بترشي بقى في كل المكان زي ما انتوا شايفين كده. جبت بقى هنا التبن ده كده الخطوة التانية. ممكن تجيبي نشارة الخشب من عند النجار، يكون يعني عنده مكنة وكده، بتبقى دي بيطلع من الهري او بتاع النجارة. ده هنا برضو التبن دوت بتاع الغلة، لما بنعمل الغلة بيطلع التبن دوت. فبنجيبه بقى كده ونرش، يعني ممكن خطوة التبن وممكن نشارة الخشب من عند النجار. فده كده بترشي بقى كده عشان تدفلك المكان، وكده خلاص عقمتي الأوضة. وهدي برضو رشة كده برضو من الجير برضو على التبن، رشة كده برضو عليه عشان زي ما قلت لكم نستقبل الطيور بتاعتنا يبقى على نظافة. كده خلاص الأوضة اتعقمت واتنضفت زي ما انتوا شايفين. ده كده عشان الندف فيها، التدفئة أهم حاجة. خدت بقى هنا السقايات بتاعتي اهي، ده الخطوه اللي كنت جايبه لكم في مقدمه الفيديو عشان اغسلها. يبقى غسل طبعا كنت غسلاهم قبل كده، بس يعني لازم زي ما قلت لكم ان احنا يبقى كنظافه، يعني ان احنا نغسلهم مره تانية. ليه؟ ما تكون بقى لهم فتره ولازم ان احنا نغسلهم. بقى لهم فتره طبعا في الاوضه تحت واوضه الطيور زي ما انتم شايفين، فلازم من برضو اضمن ان احنا نغسل السقايات. طبعا السقايات الواسعة دي ما تنفعش للطيور الصغيرة، عشان بتبقى واسعة، غطاها بيبقى واسع يعني، فممكن الطيور لو هي صغيرة كده تنزل فيها في الأماكن بتاعتها، فغلط على الطيور. طبعا زي ما انتم شايفين عندي يعني أحجام للسقايات صغيرة وكبيرة ووسط، عشان طبعا كل عمر بيناسب له سقاية معينة. مش ينفع يكون الطيور صغيرة ونجيب لها سقايات كبيرة، فممكن تنزل في المكان اللي هو الغطا دوت أو مكان المية، فغلط على الطيور. يلا بقى كده اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وهاتوا بقى كده الطيور حاليا مهما كان هي اوفر من الطيور اللي احنا بنجيبها الجاهزه او الفراخ الجاهزه، يعني مهما يكون غالي برضو العلف والطيور بتلاقيها لما تحسبيها تلاقيها ارخص من الفرخه لما تجيبيها من بره جاهزه. لما تربيها في البيت الفرخه مش بتعدي ال100 جنيه. لما تحسبي كده العلف اللي طبعا الفرخه بتاكل من 3 ل 3.5 كيلو علف، طبعا العلف سعره 24 جنيه. والفرخه طبعا هقول لكم لسه على سعر الطيور. طبعا كنت جايبين الطيور الفرخه ب 23 او الكتكوت الصغير ب 23 جنيه، طبعا تاني يوم كان ب 25. يعني بتختلف زي ما قلت لكم او حسب البورصه. هنا خلاص خدت بقى كده السقايات اهيت ونشفتها، وكان بقى في استقبال الطيور اهي زي ما انتم شايفين. طبعا الاول حاجه خدت بقى العلافات كده ونشفتها الاول، طبعا ما ينفعش العلافات تبقى فيها ميه عشان العلف ما يبوظش فيها. وجبت بقى كده هي دي القفاصه الصغيره ديت يعني لازم تجيبي، او لو مش عندك القفاصه دي تجيبي كرتونه علشان تحط فيها الطيور زي ما قلت لكم هم لسه صغيرين لازم. بس انا هنا عقمت الاوضه كلها عشان اضمن، واللي حطيت برضو التبن عشان تبقى الاوضه تكون يعني متدفيه، وتكون الاوضه فيها دفى ما تكونش بارده يعني. وبحط بقى كده لازم نستقبلهم في مكان يكون صغير على قدهم الاول، ده كده اول ما تجيبيهم لازم يكون مكان صغير. كرتونه بقى عندك، طبق بلاستيك، اي حاجه تكون عندك، يعني حاجه صغيره كده في اوضه تكون دافيه. ولندا تكون طبعا زي ما قلت لكم الجو برد جدا عشان نحافظ عليهم. احط بقى برضو لندا في القفاصه دي. حطيت برضو زي ما شفتوا كده تبن تاني، يعني كترت المكان دوت بالتبن. وبعد كده هجيب بقى الفراخ اهيت عشان اوريها لكم. زي ما قلت لكم عمر الكتكوت عمر يوم كان ب23 جنيه، تاني يوم كان ب25. ف يعني كل يوم زي ما قلت لكم الاسعار بتقل بتزيد حسب البورصه او حسب بورصه الطيور يعني. ده كده الكتكوت اهوت عمر يوم. زي ما قلت لكم هاتوه في البيت هيبقى اوفر بكتير من لما نشتريه من بره. زي ما قلت لكم يعني الفرخه مش هتعدي ال100 جنيه لما تحسبيها وتربيها في بيتك، وكمان حاجه مضمونه غير المزارع طبعا تبقى هي خلاص يعني. وهقول لكم برضو هنستقبلها ازاي. هقول لكم يعني هحط لكم هنحط ايه في الميه عشان نستقبل الطيور بتاعتنا. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كده ونس في البيت، بتحسي كده انت بقى طالعه ونازله عليهم، حاجه كده بتشغلك لو انت فاضيه مش ما وراكيش حاجه، هاتي الطيور ديت
هي طبعا بتشغلنا وبتاخد وقت مننا، بس بتلاقي كده وانت بتربي الطيور حاجة فيها متعة وحاجة فيها يعني نبقى فرحانين بالطيور دي صراحة يعني. هنا العلافة اهيت، وطبعا بنجيب الأول حاجة العلف اللي هو علف وسط، علف ناعم. طبعا ده كده الأول حاجة بنستقبل بيه الطيور. بادي ونامي اللي احنا بنستعمله، طبعا بستعمل علف الإيمان عشان بستقبل بيه الطيور. يعني بصراحة أنا بستعمل علف الإيمان على طول من زمان، حتى يعني لما طلع أنواع تانية كتير وأنواع قبله أنا ماشية على علف الإيمان. ده كده بادي ونامي تركيز 23%. هحط بقى العلف اهوت، وهقول لكم بقى اهم حاجه الميه، نستقبل الميه ازاي وهنحط فيها ايه علشان يبقى احنا كده. الميه بقى على لتر الميه بنجيب كيس محلول جفاف من الصيدليه. بنجيب كيس محلول جفاف على لتر ميه، الازازه دي لترين، هحط نصها وهنحط فيها كيس محلول جفاف. وادي كده استقبلنا طيورنا بالعلف الناعم، واللهم صل على سيدنا محمد، ولتر ميه حطينا فيه. هو بس كده الكيس دوت وخلاص. بعد ما يخلص بتحط ميه عاديه خالص من الحنفيه، وده كده محلول الجفاف اهوت. والدفى بقى اهم حاجه الدفى. طبعا بنسيبهم 3 4 ايام في المكان دوت، وبعد كده الاوضه خلاص بتبقى يعني خدت بقى كده جو الطيور، والمكان بقى دافي، واللنده دفت المكان. خلاص بعد 4 ايام 5 ايام بنشيلهم بقى من القفاصه دي. طبعا هنجيب خشبه برضو عشان ارفع بيها اللنده تبقى بعيده عنه. هو كده انا بستقبل طيوري وكتاكيتي الصغيرين، وزي ما قلت لكم اهم حاجه النظافه والتدفئه في الجو الشتاء دوت. ويا رب كده فيديو النهارده يكون عجبكم من رضاكم. في رعايه الله حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.